الجالية الصحراوية المغربية بالخارج. حنا عندنا نهارات وقفات سلمية ومطالبات اجتماعية، وناقشنا مع السيد الوالي وقالنا نعطيكم هكتار. حنا كاينين 1200 شخص من الجالية، ما بغينا يعطينا هكتار، حنا بغينا يعطينا 1200 شخص تستفاد من السكن. كاين اللي عنده عمل وكاين اللي طالب السكن، يعطونا لا السكن كاع، حنا ما عندنا السكن. من نهار دخلت الدولة هون إلى 2016 ما قطينا قبلنا سكن ولا بلان ولا شبر واحد إلى 2016. وهاي الصورة كنقولوها وكنعلوها كيكذبوا، كيقولوا لنا الساكنة عندها، يكذبوا على الملك ويكذبوا على الرباط، ما كاين والو. الحقيقة خاصها تبان، واليوم الحق الحقيقة وغيتبان الحقيقة، وحنا رانا معاهم يعطونا السكن. حنا ما عندنا السكن، في بلادك ما عندك السكن، وهما كيكذبوا على الملك كيقولوا الجالية راهي عندها السكن وعندك. ما عندناش، يجيو يطلعوا علينا يجيبوا لنا دار الساكنة الأصلية ديال سكان الصحراء المغربية يطلعوا عليها نشوفوا واش عندها. ما عندهاش يا أخي، وعينا يقول لنا نجو غدا نجو بعد غدا، وعاد فيها البط وعاد فيها العنف. انا ما نعرفوش حنا كاينه الديمقراطيه هون، ما كاينش حل. اللي عاد كاينه بطاجيه هون في الادارات هون كتلعب وحدها، والرباط مع معلم الاخبار نعودوا عارفينها. ولا عاد داكشي مولي نعطي لهم امر عن يعدلوا ذا الشيء. هذه مثل الديمقراطيه، والمغرب خير وياسر. وحنا نقول لك مثل عن الصحراويين الاصليين كيبغوا المغرب ويبغوا الملك حسن ثاني الله يرحمه، يبغوا ولده. يا غير ما مستفادين، ضايعين يا خوتي، وهذا راه حرام. حنا ساكنين غير مع والدينا، ما عندنا حتى عطونا غير شبر نبنوه حنايا بحلالنا بعرقنا نسكنوا. حنا ساكنين غير مع والديا، ما عندي. ولبيت النداء ديال الملك وجينا عايدين وقالوا لنا نعطوكم السكنه في بوجدور، باعوا الديار داهم الموريتانيين، داهم في المرتزقه منين جايه. والناس المخلصين اللي اهلهم يحبوا الملك ما عندهم شيء، ما عندهم والو هم في الاقاليم الجنوبيه. والصلاه والسلام عليكم.